واش الدراري نتمنى تكونوا مزيان او مرحبا بكم في فيديو جديده. شفنا دوك اللقطات في الماتش ديال المغرب وجورجيا، الحمد لله انها ما وصلتوش كره في شحال من لقطه. صراحه انا رديت لها البال، لكن اللي تفاجات هو من بعد الماتش هذيك رده الفعل اللي كانت، علاش ما عطاوهاش ليه شي بحال انه مقصود. وهذه المهم انا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واش فعلا كان مقصود انهم ما يعطيوش باس الحمد لله، ومن بعد غنقول لكم السبب علاش ناضت هذه القيامه كامله. باش نديروا هذه غادي نرجعوا نشوفوا لقطات ديال الماتش. واول لقطه هنايا في ديال عطية الله، هنا الحمد الله بوفال في الدوزيام بوطو، ثم هاد الصوره الثانيه شوفوا الحمد لله. يعني هنايا الحمد الله كان خاوي ما عطاش عطية الله، وكان حتى بوفال. يعني نورمالمون هنا الا كان شي واحد يعني ماشي غير الحمد الله يكعى، وانما حتى بوفال. وفي هاد اللقطه كان عطية الله تعامل معها يعني بطريقه خايبه، ما هي تسديده ما هي تمرير. شوفوا اللقطه الثانيه هنايا ديال الياس الشاعر. هنا هذه في هذه اللقطه الاولى كنشوفوا انه استلم الكره، ثم هنايا حمد الله غادي غيطلب الكره وراء المدافعين اوب، ثم هنايا حمد الله غادي كي افونسي. فهنايا غنشوفوا ان الشاعر بغى انه يمشي للجهه ديال حمد الله ويطلق ليه باس، لكن المدافع ديال جورجيا كنشوفوا هنايا عمر عليه، ومن بعد صافي مشات خسرات اللقطه. هنايا صافي سد عليه والشاعر مشى خسرات اللقطه. فاللي كان في هذه اللقطه هو ان الشاعر في واحد الكره هنايا كان خاصو يمرر في هذه اللقطه. هنايا مني ما مررش على مشات الكره، لكنه بحال فضل حتى انه حتى يبغى يضمن الباس هنا. وكان في نفس الوقت داير فانت انه يمشي للمساحه الخاويه على اليسار ديالو، ومن بعد رجع باش انه يطلق باس الحمد لله، لكن كيف قلنا المدافع ديال جورجيا سد عليه. ثم اللقطه الثالثه فديال انس الزروري لاعب جديد. هنايا في هذه اللقطه هنا كان خاصو يطلق باس، لكن صراحه كانت خاصها جور افريمون، لكن الزروري مشى للحل الفردي وبغى قلب على انه يسدد. اوكي، وفي الكره وحده اخرى ديال انس الزروري كان هنا ممكن انه يعطي لعبد الرزاق حمد الله، لكن خونا في هذه اللقطه كاع ما هز راسو كاع، لانه كان لاعب عمليه 1-2 مع عطية الله، لكن مع الاسف ما كملاتش. اوكي هنا ما كملاتش عمليه 1-2. فكيف كنشوفوا هاد اللقطات واش كان مثلا الا جينا نشوفوا ديال انس الزروري كنشوفوا انا اول ماتش ديالو حتى الى شتي اللعاب ديالو في مثلا اللقطه الاولى اللي شفناها لعب في الستيل جو ديالو، وانه كيلعب بحال هكاك، يعني كيلعب انه سواء كيسلت ويعطي عرضيه ولا انه يسلت ويلعب تسديده. يعني اصلا ضروري اش بينه وبين حمد الله انه ما يبغيش يباسي ليه. هو كان قرار خاطئ مثلا، كان خاصنا نقولوا واحد الجرأه في الاول في هذيك اللقطه الاولى، لكن ما كانش نفس الشيء حتى بالنسبه لإلياس الشاعر. يعني من الافضل ان نناقشوا هذا الشيء كرويا، فإلياس بحال ما خداش هذاك القرار في هذاك الجزء من الثانيه. صافي كره فهمتي في لمحه عين ولا لمحه بصر ولا رمشه عين ولا اش كيقولوا لها فعلا. يعني خاصك تاخذ القرار دغيا. يعني الامور واضحه صراحه. انا كيف قلت راه كانت خاص الكره في شحال من لقطه خاصها تمشي الحمد لله، حنا متفقين في هادشي، لكن باش اننا نديروا بهذاك انا اسباب ديال ما عرفتش شنو مؤامره وكذا، هذه راه انا لعاب مثلا الا طلقت باس الحمد لله ماركرات مزيانه حتى لي انا غادا تزاد في الارقام ديالي. انا عطيت تمريره حاسمه ولا عطيت الحمد لله غير سدد، راك تعطيني انا كتكون انا باس كلي، وهاهي غتدخل انني بحال من الفرص اللي خلقت. يعني صراحه ما كاينلاش اننا ندخلوا مثلا في هذا، خاصه اننا على ابواب المونديال، فاننا ندخلوا في هذه الحساسيات اللي ما فهمتش غدينا الباب مسدود وحنا ما تيقنا ان الامور تقادات. وهادو انا راه شخصيا من الناس اللي كانوا مطالبين بعوده حمد الله، وعزيز عليه حمد الله، ولكن يعني نناقشوا الامور كرويا، ماشي نداو داكشي ديال المراوات الكبار لا حكا شاده فيه حكا ما بغاوش يعطيوه باش ما يبانش. كمان الدراري شنو هو السبب اللي بالنسبه لي اللي دل لهذا الشيء؟ هي انه فاش كانت المنادات على حمد الله كان واحد انقسام شويه، كانت فئه كبيره كطالب به، لكن واحد الفئه ديال ان كانت كطرولي في هذيك الفئه ديال اللي كانت كطالب بحمد الله، اللي شخصيا منها انا. فشنو كيوقع بحال انك الناس مثلا بغات بروفي ان فوالا كون راها الناس راها على حق وكذا، يعني كانت على حق بالمطالبه بحمد الله وان فوالا، لكن ما فهمتي يعني لا داعي. علاش يعني فهمتي احنا ديما في الجمهور عندنا بحال ديما في واحد الصراع باش انه يثبت على صواب. يعني لماذا مثلا انا شخصيا كنت كطالب بحمد الله، ولا حتى الناس اللي كانت كطالب بحمد الله راه
عندها مثلا كانت مبازي على شي حوايج اللي منطقيه. مثلا كيقول لك تسعود انه كان محيح في السعوديه ديما كيما كاين الاهداف، وحقا تسعود كان عندنا مثلا مشكل تسعود اداء غير ثابت، لا بالنسبه للنصيري لا بالنسبه للكعبي ادائهم غير ثابت. يعني كنا كنقولوا اننا عندنا واحد الفرصه ديال الحمد لله محتاجين اننا نشوفوا اننا نجربوا، خاصه وان عدم الاستدعاء ديالو كان الاسباب يعني ماشي كرويه فغير الصراعات وكذا. هذه جات الفرصه ان كانوا 16 اخرين حتى مع زياش ومثلا مزراوي كذا تسامحوا مع هاد اللعابه. يعني كانت حتى الفرصه باش اننا نتسامحوا مع الحمد لله. كيف قلت بان عدم الاستدعاء ديالو ما كان الاسباب غير كرويه. يعني صراحه ما كنشوف انا لاش، يعني خاصه ان المونديال قرب وما كاين لاش نبداو ندخلوا في هادشي. كي يسجل الحمد لله كي ما سجلش. فمهم هو ان المنتخب، يعني ما فهمتش ديما كنساو ان الهدف هو ان المنتخب يربح. اصلا المنتخب ربح 3 وكاينين بزاف ديال الامور اللي كان ممكن مناقشتها في هذه المباراه. ومازال صراحه غير ان شاء الله اضربوا لكم موعدا غدا الصباح نناقشوا بعض الامور المهمه اللي كانت في الماتش ديال جورجيا هذا. كيف قلت غير حتى شفت ان كان غيدخل مثلا في الفيديو ديال غدا، لكن شفت ان كانت واحد رده فعل نقولوا سيئه في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما صراحه ما كنتش متوقعه. المهم هذا ما كان الدراري. كانت عندك شي اضافه ولا شي حاجه خليها في كومنت، لايك للتحفيز، ونتشوفوا ان شاء الله فيديو ديال غدا. تهلا ليا فراسك، شوف الفيديو الجاي، اكتيف النوتيفيكاسيون. تحياتي.